تاني يا نورة؟ قلتلك يا ماما جميلة المرة دي هي اللي حكت لي وأكدت إنها شافت ده على تليفون يارا. جميلة بنت طيبة وبتحبك، بس برضو لازم تتأكدي وما تاخديش كلامها دليل لوحده علشان ما تظلميش حد. عشان كده المرة دي بقولك قبل ما أعمل أي حاجة، أنا لسه ما كلمتش يارا. طب ويارا قالت حاجة؟ يارا بقالها فترة متغيرة وبعيدة، مش زي الأول خالص. دايما قاعدة مع جنى وليلى ودايما مش طايقة جميلة. أنا شايفة إنك تنسي الموضوع يا نورة وركزي للماتش اللي جاي وسامحي اللي عمل كده. أسامح يا ماما لو أنا عارفة الشخص واعتذر، لكن أنا دلوقتي مش واثقة في حد وبقيت خايفة من كل صحابي اللي حواليا. طب ده يرضيكي؟ لا ما يرضينيش يا نورة طبعا، بس فكري في حل، وأنا كمان هفكر لك في حل نعرف منه يارا اللي عملت كده ولا لأ. شكرا يا ماما. أنا يا دوب أدخل أحضر الغدا علشانكم، وبابا كمان زمانه جاي. ادخلي ذاكري شوية. عروض كتير شركة بيوتي لمستحضرات التجميل. صاحبتنا بلعت الطعم. هحمل لك كل حاجة عندك تاخدها. كده تليفون يارا كله عندك. أي أوامر تانية؟ يارا عايزاكي. ايه يا بنتي؟ انا صدعت قوي من حصص النهارده. ما تيجي نطلع نتكلم في اي مكان؟ عايزاكي في موضوع مهم، ما ينفعش حد تاني يسمعه. يارا أنا عملتلك إيه عشان تعملي معايا كده؟ ممكن تفهميني؟ انا مش عارفه انتي بتتكلمي عن ايه. عن اللي جميلة شافته. على فكره دي واحده كدابه وعايزه توقع ما بينا. هي عايزه تبقى صاحبتك الوحيده، فما لقيتش حد غيري اقرب مني ليكي فقالت توقعنا في بعض. وخصوصا بقى كمان بعد ما خلاص هي مش هتسيب المدرسه. وبعدين يا نورة اشمعنى انا يعني؟ ما كل الناس كانت بتصورك. هو ما كانش سر على فكره. أنا فعلا ما صدقتهاش في الأول، وكان ممكن أصدقك لولا إني اتأكدت بنفسي. يعني ايه اتاكدتي بنفسك؟ أنا شفت الرسائل بتاعتك والفيديو اللي بعتيه لكل اللي في المدرسة. وعملتي كده ازاي؟ انا تليفوني دايما معايا. حد جاب لي ملفات تليفونك كلها، عملت زيك بالظبط. انتي مجنونه. ازاي تعملي كده؟ ازاي تدخلي على تليفوني وتشوفي الحاجات الخاصه بيا؟ انا اقدر اشتكي للمدير حالا. ساعتها أنا كمان هقول اللي عملتيه وهوريهم سكرينات للي حصل. ماشي يا نورة، عايزه تعرفي اللي حصل؟ انا اللي عملت كده، ومش مهم تعرفي ايه الاسباب ولا ليه حتى عملت كده. عايزه تسميها غيره او نفسنه براحتك، بس من النهارده احنا مش صحاب. ولو في حد هيمشيكي من المدرسه دي هيكون انا. نورة تعالي هنا. يارا لسه قافلة معايا التليفون وقالت لي كل حاجة انت عملتيها في تليفونها. أنا مش مصدقة، هل ده فعلا حصل؟ أصل أنا... نورة جاوبي. أيوة يا ماما، أنا آسفة. أنا مش مصدقة، ليه عملتي كده؟ دي كانت الطريقة الوحيدة عشان أعرف إيه اللي حصل، وطلعت هي فعلا اللي عملت كده. ولا هي ما قالتلكيش كده وهي بتكلمك؟ هي اللي صورت الفيديو وهي اللي بعتته للناس. حتى لو عملت كده انت تكوني أحسن ولا زيها؟ بتردي الأذى بالأذى؟ هو ده اللي انت اتعلمتيه وتربيتي عليه؟ صدقيني ما كنتش أقصد، أنا بس كنت هتجنن وأعرف الحقيقة. ده مش مبرر يا نورة، مش مبرر خالص للي انت عملتيه ده. دي اسمها سرقة وانتهاك خصوصية. لا أنا ما قريتش حاجة وما شفتش حاجة تخصها خالص، أنا كنت بدور على حاجتي بس. انتهاك الخصوصية يا نورة في إنك تسمحي لنفسك تعرفي عن حد حاجة هو ما أذنلكيش بيها، حتى ولو ما كانتش سر. انت عارفة إن اللي عملتيه ده القانون بيحاسب عليه؟ أنا ما أقصدش حاجة والله، أنا كل اللي كنت عايزة أعرفه مين اللي عمل كده معايا. يا خسارة يا نورة. طب أعمل إيه عشان تسامحيني؟ أنا دلوقتي عايزة أعرف كل حاجة. ده مش تفكيرك لوحدك،
مين اللي ساعدك تسرقي بيانات يارا؟ أنا هقولك على